طبعا كلنا شفنا اعلان فيلم الملحد لأيقونة الفكر الشاذ ابراهيم عيسى، واللي مطلع فيها الناس المتدينة شياطين بقرون وكمان بيبرقوا في الضلمة. يا مؤمن ده من كتر ما محمود حميدة بيبرق في الفيلم انا كنت حاسة ان يعني هتطلع بره. مقابل الناس اللي بتبرق في ناس تانيين حلوين ووسطيين. طب معلش بقى، والوسطية من وجهة نظر الاستاذ ابراهيم عيسى شكلها ايه؟ الوسطية دي انك تبقى بتصلي وبتصوم بس بتشرب خمر عادي. حلاوتك يابا حلاوتك. لا يا راجل، وماله يا اخويا مش عيب؟ احنا يعني هنفضل محترمين كده على طول؟ كل البشر بيغلطوا، هي جت علينا. اه يا حبيبي بيغلطوا مش بيعصوا ربنا. والله انا مش عارفه انت هتروح من ربنا فين. بس الفيلم الحمد لله اتمنع من العرض كده برضو. يا جماعه تكبسوه، الراجل لسه ما فاقش من مركز تكوين اللي قفل على مناخيره من قيمه كام شهر. بس انا في حاجه صغيره كده اخدت بالي منها، وهي ان ابراهيم عيسى كان ابوه شيخ وامام مسجد. ناس قالت انه كان متبري منه ومن افكاره السوداء، لا وكمان مامته كانت محجبه واخته منتقبه. الله، هو ده مش شبه قصه الفيلم برضو؟ لا يكونش انا متهيألي. الله، هو انت قصدك تقولي ان قصه فيلم الملحد هي قصه حياه ابراهيم عيسى؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ بص، هو مش بس قصة إبراهيم عيسى، هو الفيلم كله عبارة عن مراية لفكره وميوله اللي عايز يرشقهم في عقول الشباب. هو عايز يقول لهم يعني اعملوا ما بدلكم، بس لازم تصلوا وتصوموا عشان تضمن آخرتك برضو وتدخل الجنة. انت جبت الكلام ده منين يا إبراهيم يا حبيبي؟ من عند الست والدتك؟ ده في مرة المذيعة بتسأله هو لسه أختك لابسة النقاب؟ قال لها اه، بس الحقيقة أنا كنت مستاء جدا لما لبسته، ووالدي كمان. والدك اللي هو شيخ الجامع؟ يا كداب. قال لها ان اللبس ملوش علاقه بالفضيله. هل انت تمشي في الشارع مالت وتقول انك صاحب فضيله؟ الفضيله دي تبقى خالتك يا حبيبي. وخلاصه الحكايه ان في ناس الشيطان بيستخدمهم عشان ينفذ وعده ربنا وما يبقاش في نار جهنم لوحده. واظن ان انت هتبقى خير انيس للشيطان في نار جهنم. ربنا يكفينا ويكفيكم شرها. كنت معاكم منى سرور، ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير واشتراك في القناه.